ايوه مستنيين. هاي عليكم عن دار المصري، احسن دار في الدور القويه حاليا. عندكم المصري من الناس الجميله، معاهم نسمه الجمل. انا بحب كتابات نسمه جدا، اني ما اعرفهاش شخصيا. الكاتب العظيم اللي انا بعتبره عراب بالنسبه لي، ودايما بقرا له ودايما بحبه على المستوى الشخصي، تامر عبده امين يا جماعه. وكتبه اللي ما قراش لتامر ناقصه كتير. شغله حلو ومتميز ومختلف. تامر عبده امين شغله حلو ومختلف يعني. اخر ايام نوفمبر، تمام، عشان ممكن الكاميرا تكون مقلوبه. اخر ايام نوفمبر يا جماعه، تامر عبده امين وشوكولاته بيضه اهو. عمل لكم برضو يعني عامل منشن للناس دي عشان تبقوا عارفين اكونتاتهم فين. شوكولاته بيضه اهو، تمام. عمر عويس انا سمعت عنه ان هو بيكتب احداث حقيقيه طول الوقت وشغله حلو، وانا كنت قريت له حاجات مختلفه، بس المره دي فعلا مستوحاه من احداث حقيقيه كالعاده. عمر عويس يا جماعه. واخر وعود الاخت ماريا، اللي انا قريته عندي شخصيا واتشرفت بيه، وادهم من الشخصيات الجميله وصديق شخصي ليا يعني. ادهم دايما دايما بيبهرني، ودايما مختلف ودايما حقيقي. عندكم هنا حارس العشق الالهي والطبعه ال17، ادهم العبودي يا جماعه. منور يا ادهم، ومساء الخير عليك، وكل معرض واحنا بخير، وشغلك دايما دايما مختلف. في ناس جديده زي محمد نواف. محمد نواف جديد صح يا خالد؟ انا ما قريتلوش حاجه. محمود نواف ما قريتلوش قبل حاجه قبل كده، بس بيقولوا شغله حلو. شغله حلو جدا، وعامل طبعه تانية في وقت قليل جدا، اسمه توكسيك. توكسيك توكسيك محمود نواف يا جماعه. كيفيه التخلص من العلاقات السامه. اظن كلنا محتاجين نقرا حاجه زي كده الايام اللي جايه، عشان لو في علاقه سامه في حياتك ومدمراك وانت مش قادر تطلع منها وعامله لك مشاكل نفسيه من غير ما انت تحس، احنا محتاجين فعلا احنا ازاي نطلع من العلاقات السامه المؤذيه، اللي ممكن احنا من كتر تعلقنا بحد او ان احنا نحبه ما نعرفش نعالج ده نفسيا، ولا نطلع منه، ولا نبقى حاسين واحنا بنتاذي وبنأذي غيرنا. فاحنا محتاجين. انا منحازه دايما دايما لوليد ديده، لان من الناس الجميله اللي انا بحبها وبحب شغله. انا منحازه لوليد يا جماعه دايما، وليد ديده. ووليد كان ليه موقف لطيف معايا، موقفين احلى من بعض. لما رحت عرفت على نفسي في المعرض من كام سنه، ما كانش يعرفني، تقبلني واتكلم معايا. شغل وليد من الناس اللطيفه الخفيف، اللي هو بيتكلم معاك كانك تعرفه من زمان اهو، مشوش. وفي كتاب كان بتاع وليد ومريم مع بعض اللي هو نيجاتيف، كان برضو من الشغل الحلو جدا. انا متحيزه بشكل او باخر لوليد، لاني وليد جدع وطيب واخ عزيز، وفوق ده كله كان عازمني في فرحه. وده كان من الحاجات الجميله بالنسبه لي. وجيت له مخصوص من اسكندريه اليوم ده، وسبت شغلي وعملت حاجات كتيره قوي يعني عشانه. في ايه تاني يا جماعه؟ في عندنا شادي احمد. انا منحازه لشادي وكتابات شادي لان بحب كتاباته جدا، وشادي صديق عزيز وكاتب متميز، حتى على الفيسبوك هو كتابات مختلفة جدا. عامل كتاب اسمه العريس في رحلة البحث عن عروسة، مشاكل الشاب المصري العادية. وفي كتاب تاني اسمه المدام. من الحاجات الجميلة أشرف توفيق، من الناس اللي أنا كنت بتابعها من قبل ما أكون بكتب، و... وزوجته العزيزة صديقتي. وأشرف من الناس اللي أنا متابعاها ويعرفني شخصيا. أشرف من الناس الحلوة جدا اللي تقدر تقرا لهم من القلب. كتاب اسمه كلام بالعامية المصرية، اسمه من القلب. وفي كمان كتاب تاني اسمه إلى القاهرة. كتابات أشرف تعتبر في المصري كلها هنا. في كتاب تاني برضو لأشرف اسمه بين سياسة الإسلام وسياسة الصندوق اهوت. مين تاني من الناس اللي أنا دايما برشح الناس اللي أنا قريبة منهم أو أعرفهم أو قريت لهم. انا منحازه دايما للناس اللي انا قريبه منهم بشكل او باخر، او اتعلمت منهم حاجه. ما انا شفت عمر عويس، ما أنا تامر، عشان تامر كمان عندي على الفيسبوك ان يحبك غجري دي انا قريتها. وعايزه اقول لكم تامر كان منزلها كلها وهو لسه بيكتبها.
من الحاجات العظيمه. فكرني لما انا ارتبطت بحد هندي كنت هكتب اني احبك هندي يعني. والله حته الاختلاف بين الناس مهم. حته ان انت تشوف حد تاني مختلف يحبك ويبقى مهتم بيك بتبقى مختلفه، دي هتعجبكوا قوي. ان يحبك غجري تامر عبد رب النبي. تامر من الناس الجميله اللي بتكتب بحس رائع في الكتابات بتاعته، وبيحسسك قد ايه انت ممكن تكون بتعيش معاه في اللي هو بيتكلم عنه بسلاسه وبطريقه حلوه. عايزه اقول لكم كمان احمد الصباغ، صديق ال11 سنه والرسام العظيم والصحفي المتميز والمصور الجميل والديزاينر الرائع وصاحبي صاحبي 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 هو ولينا مراته من هنا لبكره. تحيه ليكم النهارده. احمد الصباغ انا متحيزه له جدا طبعا. ربنا يخليك يا كريم ويخلي اهل تونس كلهم يا رب. كتاب مسيل للدموع. احمد الصباغ متميز جدا. احمد صبري غباشي، اللي ما قراش لاحمد ما قراش كتير. احمد اكتر من ان هو كاتب، هو ممثل مسرح. واحمد من الناس الجميله اللي يمكن ما قالش ان هو بيكتب. يعني انا لسه مكتشفه موضوع احمد صبري غباشي ده دلوقتي، لان انا اعرف احمد وصديق شخصي عندي على الفيسبوك. فاحمد ممثل مسرح متميز، جسد حاجات حلوه جدا، وبيسعى من حاجات الايام اللي جايه يعمل افلام وحاجات مسرحيات عن شغل دكتور احمد خالد توفيق، ويعتبر دكتور احمد كان معتبره ابنه. احمد من الناس المتميزه جدا، من متابعتي ليه على الفيسبوك وصديقي الشخصي، اتكلمنا مع بعض كذا مره. مين تاني؟ انا لمحت حد برضو من صحابي، شيماء الماريه من الناس الجميله، وعامله دلوقتي بوك ستور وقاعده كده صغنونه في القاهره. شيماء من الناس الجميله اللي بتكتب حلو. يعتبر الناس دي كلها انا عاصرتهم. يمكن الاسم اللي بيخطفني اتكلم عنه، او موقف عدى عليا معاه، او انا صداقاتي كتيره بقالي في الوسط الثقافي 6 سنين، عدى عليا ناس كتيره، والحلوين هم اللي بيستنوا وهم اللي بيفضلوا معانا حتى لو ما عرفوش. انا رشح كتابات نسمة الجمل وانا ما اعرفهاش شخصيا، بس من الناس الجميله جدا. عندكم هنا كمان شيماء الماريه في بيتنا ذكر. شيماء من الناس اللي بتكتب حلو قوي وطريقتها متميزه ومختلفه. انا مش عايزه انسى حد ومش عايزه اظلم حد ما كنتش قريت له وابقى متحيزه للناس اللي انا عارفاهم ومتابعاهم، بس خلينا نقول ان الناس اللي انا بلمسهم في كتاباتهم وبحس ان هم مختلفين وبقرا لهم انا بتكلم عنهم. وعايزه اقول لكم ان يحبك غجري تامر عبد رب النبي، اللي ما قراهاش يعني لازم يقراها. شغل احمد الملواني يا جماعه، احمد الملواني وشغله المختلف جدا. احمد من اسكندريه، تحيه لاهل اسكندريه وانا اسكندرانيه. واحمد الملواني ورديه فراوله. احمد الملواني شخصيه مختلفه، كتاباته توديك في حته تانية خالص. احمد ما عندوش ان هو يكتب حاجه عشان يوصلك لمشهد بشكل المعنى، حتى لو في بعض الايحاءات اللي انت ممكن تكون تعمل عليها علامات كده، بس خلينا نقول ان شغل احمد الملواني ممتاز جدا. الناس اللي انا اعرفهم شخصيا وعندي على الفيسبوك هعمل لكم منشنات فيهم اللي حب يوصل ليهم. محمود بكري، اللي ما قراش محمود بكري فاتوا كتير. محمود من الناس الجميله جدا جدا جدا، وشغله عالي ومختلف وعظيم. عايزه اقول لكم خاطب بدرجه سنجل. محمود بكري من الناس الجميله، واول يعني طلوعه او ظهوره كان مع عصير الكتب، ومن الناس المتميزه المختلفه في كل حاجه هو بيعملها. انا ببقى منحازه لاصحابي يا جماعه بقى. عمنا احمد شبكه، اللي ما قراش لاحمد شبكه وما سمعش اغاني احمد شبكه فاتوا كتير قوي. اللي ما جاش هنا بيرم مسيد لعم احمد شبكه فاتوا كتير قوي. عم احمد شبكه يا جماعه، ومسا النور يا عمنا، وشيش دو تاملات اثناء رمي الزهر. عم احمد شبكه شاعر متميز، كلماته مختلفه واللي بيعمله دايما مختلف. عنده هنا بيرم مسيد عندنا هنا في اسكندريه في محطه الرمل.
عم احمد كان عامل كان كاتب اغنيه واسلام اخدها منه، عملها اغنيه احمر يا شال، حاجه تانية تحفه يعني. اسلام فهمي برضو. هعمل لكم منشنات للناس ديت النهارده. الدار النهارده فيها كل حبايبي المصري دايما مجمعانا، وعايزه اقول لكم من الدور العظيمه اللي انا بحبها. ما اشتغلتش معاهم بس دايما صحاب ودايما جدعانه في المعرض ودايما مختلفين. انا كمان في كتاب برشحه جدا 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 بتاع ادهم المعبودي، لان ادهم كتاباته يا جماعه في حته تانية خالص. نوستالجيا 80 للكبار فقط وادهم كاتب للكبار فقط. سيناريو واخراج ادهم العبودي، وباين اهو باين من الكفر بتاع الكتاب. خلينا نقول في شغل حلو جدا للناس اللي انا بحبها. مش عايزه انسى حد، وبرده واقفه عماله ببص ممكن اكون في حد تاني من حبايبي او الناس اللي انا بحب كتاباتهم ارشحه. مي عصام من الناس الحلوه قوي. مي عصام يا جماعه، وجمال مي عصام وكتابات مي عصام مختلفه اصلا عادي. دار المصري كتاباتها حلوه وطبقوا الدار وشغلها. كفايه ان تامر عبده امير معاهم، يعني تامر صحفي متميز، كاتب انساني متميز، دايما بيجيب قصص حقيقيه في اللي بيعمله، مترجم متميز. مش عايزه اقول اكتر من كده، ومتميز متميز متميز. دول الناس اللي انا لفتني وجودهم، واغلبهم صحابي ومعارفي. اللي ما قرش حمور زياده دي القصه اللي كانت حايزه على كانت حايزه على ايه فكرني. اخر حاجه البوكر، صح كده؟ ايوه صح كده. القائمه القصيره لجائزه البوكر العربيه 2015 حمور زياده يا جماعه. وجمال حمور زياده انا كنت قاريها PDF وما كملتهاش، بس هي لغه قويه. حمور زياده من الناس العظيمه المختلفه اللي بيكتب في حته ثانيه خالص. حمور زياده هو سوداني اصلا، عن دار العين. انا كده يعتبر خلصت الجزء بتاعنا هنا. اول الحاجات اللي انا شايفاها بعيني. خالد معلش استاذنك بس شوف كام. مش هتقول للناس حاجه؟ تعالوا زورونا. منورين، تعالوا زورونا. حبيبي. اخوك فين؟ القاهرة. في القاهرة. ما فيش حد راح تونس؟ معرض تونس يا جماعة بكرة، وفي ناس كتيرة قوي شدوا الرحال من هنا على تونس، ويمكن عشان احنا شغلنا دايما كان في المعرض ومع دور النشر، فاحنا حافظين كل يوم كان بيبقى فيه ايه. النهارده دار كذا، بكرة دار كذا. الشغل في المعرض حاجة تانية خالص، وفي روح رهيبة. حتى لو انا مش شغالة معاهم انا ما زلت باجي عشان احس بنفس الروح دي. كل سنه واحنا طيبين، وايامنا معدوده. يمكن انا ما قدرتش انزل معرض القاهره بشكل لائق وكان يوم واحد، بس الايام اللي جايه هتبقى حلوه ومختلفه ومتميزه. السلام عليكم. سلام مؤقت يا جماعه. باي.